أوقات لما أسولف دائما أنا على تغيير العادات وتغيير الطباع، الناس تتوقع إنه دقمة الإنسان يدوسها وخلص يصبح هذا الكاركتر أو يصبح هذا الشخصية، وهاي مو حقيقة. تغيير العادات والطباع يصير من خلال تصرفات نسويها أو مواقف نسويها، وغالبية البشر عدة مواقف تتكرر عليهم بحياتهم، خصوصا إذا يردون يركزون على طبع معين مثل خسارة وزن، مثل الالتزام بالرياضة. فراح أحكي لكم موقف اليوم صار وياي، ومن الموقف ومن الستوري راح تفهمون النقطة اللي حابة أني أوصلها لكم. أنا اليوم سجلت على كلاس هات يوغا. أنا ما أحب اليوغا، أوكي، وهاي اليوغا هات يعني كأنما ساونا ونتمرن بيها. فطبيعتي ما أحب اليوغا، أحب الحديد، أحب الركض، أحب أنواع مختلفة من السبورت. فأول شيء اختاريت نوع من السبورت، يعني نوع من النشاط والرياضة اللي ما أحبه. نمبر 2، البارحة كانت جو زين معتدل، احنا بدالاس تكساس، اليوم صبحنا ثلج، موت، برد مو طبيعي. اوكي. نمبر 3، قعدت الكلاس الساعة 8:30، يبعد عن بيتي نص ساعة وأنا أضوج من السياقة. طبعا كلها تفاصيل اللي متابعني يعرفها، حل أكره السياقة ونب نص ساعة. فقعدت متأخر، يعني قعدت على 7:30، مفروض كان أقعد على الساعة 6:30 حتى لحق أتريق وأكل وجبة. قعدت على 7:30 ركض. من اجيت للكلاس باردة طبعا، يعني ما اقولكم باردة، ماكو لا قهوة لا اي شيء لا مي، كشو ماكو، بس طلعت اجيت للكلاس على الساعة 8، وصلت 8:30 او 8:32 قالوا بدا الكلاس، وانتي ما دام جديده ما نقبل نسمح لك انه تدخلين الكلاس، لازم تجين دقيقتين 3 حتى نشرح لك التفاصيل. بما انه هاي هات يوغا يعني حاره كانه ساونا، لازم نعلمك كم نقطه حتى لا يصير عليك، حتى لا يغمى عليك. لازم يكون موجود عندك مي، لازم تاكدين انه ترى انت راح تكونين عرقانه، اكو ملابس تلبسيها بعدين، يعني خطه انا مش واعيه لها. وخلاص راحت عليش الكلاس. زين، شنو هسه اسوي؟ قالوا انت بعد الفلوس اللي دفعتيها لهذا الكلاس راحت، اذا تردين لازم تدفعين مره ثانيه، عندنا ممكن كلاس على الساعه 10. فاني بقيت، رحت مكان، شربت قهوه، اخذت هيك وجبه سريعه من بياض البيض من كافي شوب، واكلت بالسياره، وشربت القهوه مالتي وشربت المي، وسجلت، رجعت سويت كريدت، دفعت للكلاس وسجلت، وبعدين دخلت للكلاس وسويت الحمد لله. القصد أوقات الناس ما تنتبه إنه هذا النوع من التصرفات أو هذا النقطة اللي لا خليني أصر، حتى لو أكو تحديات وصعاب خليني أصر إنه أني أسوي العادة اللي حابة أني أبديها، أو التصرف أو الروتين أو الالتزام. لما نشوف صعوبات، لما تواجهنا هيك تفاصيل بالحياة، غالبية الناس يستسلمون. غالبية الناس ممكن من أول ما قعدت من الصبح الدنيا باردة كنسلت الدنيا. وهي شلون يتغير الدماغ إذا أنا ما أصر إني أغير التصرف؟ إذا كل مرة أكرر نفس الخطأ، كل مرة الدنيا باردة أقعد هذا التمرين ما أحبه أعوفه، ما راح يصير تغيير. التغيير يصير لما أسوي الشغلات الصعبة، التغيير يصير بالطباع والعادات والفكر لما أسوي الأشياء أو العادة أو النقطة أو الشغلة اللي قلت أني راح أسويها رغم الظروف، مو لما كل الظروف توفرت لي.